السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وبألف سعادة يا رب. في بداية الفيديو بحب بشكر الناس اللي عملت لي متابعة واشتركت في القناة وفعلت زر الجرس، الناس اللي بتدعمني دايما بحب اشكرهم جدا جدا جدا. وان شاء الله بإذن الله بإذن الله في البرنامج دوت هتكلم في الحق، هتكلم اللي انا شايفه، وبرضه بنتظر ارائكم، وببقى فرحان جدا باللي بيبعت لي كومنت وبكل ادب وبكل احترام، وبنرد على بعض باحترام وبنفهم وجهة نظر بعض. وانا بحب اشكركم جدا جدا. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس لايك على الفيديو لو عجبه. النهارده هنتكلم في حاجات كتيرة جدا. مش هطول عليكم يعني عشان ما تزهقوش، بس يا ريت اللي هيشوف الفيديو دوت يكمله للآخر، مش هيزهق يعني. هيعرف معلومات كويسة جدا. معاكم خالد كمال، كورة اون تايم، برنامج كورة اون تايم. في يعني النهارده نبتديها منين؟ نبتديها بآخر حاجة حصلت، مباراة الزمالك والمريخ السوداني، وتعادل الزمالك مع المريخ، اللي انا شايفه من وجهة نظري ان الناس كلها شايفه ان هو بتقول ان هو فرقه حلوه بتاع. انا شايف ان هي فرقه في المتناول جدا، فرقه عندها اخطاء دفاعيه فظيعه، فرقه عندها عدم تمركز دفاعي جيد. فان انت كنت ممكن من الشوط الاولاني ان انت تضيف هدف عن طريق سيف الدين الجزيري، و... بتطلع في الشوط الاول ارقام سلبيه. مفيش اي هجوم خطير على مرمى المريخ. تخش الشوط الثاني مش عارف تسجل هدف. فرقه في المتناول جدا، فرقه يعني انا شفت الماتش، فرقه سهله تكسبها جدا، سهله تكسبها واحد واثنين وثلاثه. والله مش ببالغ، والله اللي شاف الماتش يشاركني في الكومنتات ويقول انا بتكلم صح ولا غلط. فرقه في المتناول جدا، فرقه في المتناول جدا. فهارد لك، يعني هقول ايه، يعني هارد لك لنادي الزمالك. يعني دايما لازما في بطولة افريقيا يدخلنا في حسبة بيرما. و... وانا عن نفسي تسالوني انا، يعني بمستوى الزمالك ده انا مش متفائل ان الزمالك يصعد. انت عندك الترجي وعندك شباب بلوزداد، فرقتين كويسين جدا، فرقتين كويسين جدا جدا جدا. عندك الماتش الجاي في الترجي هناك، فربنا يستر. بس انا يعني مش مستحيل، بس انا مش متفائل بالمستوى اللي انا شايفه دوت. لان هتفائل ازاي؟ انا هتفائل لما الاقيك بتلعب في الملعب وانت مش محظوظ، فهبقى متفائل ان على الاقل اللعيبه بتلعب، على الاقل في اداء. بس يلا خير، وان شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك عشان جمهوره. والله يعني ربنا يوفق نادي الزمالك عشان جمهوره، عشان احنا بجد اللي بيتحرق دمنا، واحنا بجد اللي بنبقى متضايقين جدا. فماتش كان في المتناول، انت ما استغل ما- يعني ما استغلتوش. فده الحاجة أول موضوع اتكلمنا فيه، اللي هو الآخر، مباراة الزمالك والمريخ. تاني حاجة بقى هكلمكم فيها النهاردة، وهي التسريب الأخير لعقد مصطفى شلبي. أنا ماشي دايما بمبدأ إن بعد الظن اسم، يعني أنا ماشي بمبدأ إن بعد الظن اسم. بس لما أنا شفت العقد وشفت الرقم اللي موجود في العقد، لا، حاجة تخض بصراحة، يعني كارثة، وأقسم بالله العلي العظيم كارثة، والله العظيم كارثة. ده لو ثبت الكلام ده يبقى دي إدارة فاشلة، إدارة المفروض تتحاسب. إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور المفروض تتحاسب على الكلام ده. أنت تدفع إجمالي صفقة 71 مليون جنيه في مصطفى شلبي، اللي لا يفقه شيء عن كرة القدم، وأنا مسؤول عن كلامي، واللي معترض معايا يناقشني. مصطفى شلبي أقسم بالله العلي العظيم لا يفقه شيء عن كرة القدم. مصطفى شلبي اللي شافه من ساعة ما جه نادي الزمالك، تمام، بيحاول يقع ويصطنع الفاولات عشان ياخد فاول. والله العظيم ما بيعرفش يلمس كوره. يا جدعان، مش اي لعيب بيلعب في نادي، سواء ام بي اي نادي في الدوري،
يلعب ماتشين ثلاثه يظهر، يبقى ده يستحق ان هو يجي نادي الزمالك او النادي الاهلي. ده مش كواليتي لعيب يلعب في نادي الزمالك. ده مش كواليتي لعيب يلعب في نادي الزمالك. فالعقد ده اللي اتسرب ده لو مظبوط تبقى كارثه. تبقى كارثه، تبقى اهدار مال عام. يبقى ده اهدار مال عام. اهدار مال عام ان انت بتحط فلوس في لعيب لا يستحق ان هو يلبس تيشيرت النادي. ارقامه ايه مع النادي انبي عشان تجيبه بالمبلغ ده؟ ارقام مصطفى شلبي ايه مع انبي عشان تجيبه بالمبلغ ده؟ ده امام عاشور. امام عاشور اللي انا اللي انا ما كنتش ضد احتراف امام عاشور، وبالعكس ولغايه دلوقتي انا بايد احتراف امام عاشور عشان كل اللعيبه عندنا تخرج بره وتحترف، بعيد عن ان انا زملكاوي ومحتاج امام عاشور. امام عاشور كنت انت بتديله 3 مليون جنيه، واستاذ حسين لبيب عدل عقده وخلاه 7 مليون عشان خلاص بقى ركيزه من ركائز الفرقه بعد رحيل فرجاني ساسي، وبقى مؤثر. اداله 7 مليون. انت كاداره جديده ما جاتش وثقت العقد. انت كاداره برئاسه مرتضى منصور ما جيتش وثقت العقد ورجعته تاني بياخد 3 مليون. الراجل من حقه ان هو يروح يحترف ويأمن مستقبله. يأمن مستقبله. انت ما رضيتوش، وطلع في الاعلام طلع في الفيديو كذب، كله كذب في كذب. لو كل واحد فيكم شاف الرياكشنات بتاعت فيديو مرتضى منصور وهو جايب امام عاشور، اقسم بالله كذب ونفاق. وانا بعذر اللعيب طلع في الفيديو ليه؟ اللعيب طلع في الفيديو عشان خاطر عايز مصلحته، عايز يحترف. هو بيحب النادي، بس هو شايف ان هو مش متقدر في النادي. وفي ناس متقدره اكتر عنده. لما مصطفى شلبي ده ياخد عقده 71 مليون جنيه، اجمالي الصفقه 71 مليون جنيه، ليه ادفع في مصطفى شلبي 71 مليون جنيه؟ ده انا مصطفى شلبي ما بدفعش فيه 3 مليون. فحسبي الله ونعم الوكيل في دي اداره فاشله المفروض تتحل. لازم اداره الزمالك دي تمشي كلها. النادي لازم يتطهر من الاداره دي. والله يا جماعه انا بتكلم بما يرضي الله. يا جماهير الزمالك انا بتكلم بما يرضي الله باللي انا شايفه. امام عاشور طلع اول ماتش بسم الله ما شاء الله الله اكبر، سجل هدف في اول ماتش ليه، ونازل بديل عشان بيلعب في جو نضيف متقدر، في جو احتراف بجد. اوباما اللي احنا طلعنا انتقدناه وانا كنت منتقده شخصيا، ان مش ده اوباما اللي كان مكسر الدنيا. واحد دوري السعودي في دوري الدرجه الثانيه، اول ماتش ليه جاب جونين عشان بيلعب في جو نضيف، بيلعب تحت اداره نضيفه، مش اداره جعجعه واداره فاسده واداره فاشله. حسبي الله ونعم الوكيل في دي اداره. والله نادي الزمالك مش هينصلح حاله غير لما الاداره دي تتوكل على الله. تتوكل على الله وتيجي اداره تحط قوانين وقواعد للعيبه، للعقود. اعرف الفئه الاولى بياخد كام، الفئه الثانيه بياخد كام، الفئه الثالثه بياخد كام، واعرف اصنف الفئات دي ازاي. ازاي اللعيب ده يبقى فئه اولى؟ اهدافك ايه؟ اسيستاتك ايه؟ ده بالنسبه للمهاجمين. بالنسبه للاجنحه، بالنسبه للمدافعين اسهاماتك ايه؟ دخل فيك جوان غلطات دفاع ازاي؟ فانت مدافع رقم واحد، مدافع رقم اتنين. لكن هو مش فالح غير في تصدير الازمات لنادي الزمالك، ومش فالح غير في الجعجعه، ومش فالح غير في السب واللعن. ما هو ده مش هينفع. والله ما هينفع. نادي الزمالك مش هينصلح حاله غير لما الاداره دي تتوكل على الله. وشكرا، مع السلامه.
تالت حاجه بقى موضوع نتكلم فيه عشان ما اطولش عليكم، الا وهو الصفحات. وهفضل اقولها في كل فيديو: صفحات اللي منتميه لنادي الزمالك او اللي بتحاول تنتمي لنادي الزمالك، اللي على طول بتطبل للمستشار مرتضى منصور وتفضل تطبل له وعاجل والصفقه المدويه وعاجل كده كده، اللاعيبه الثلاثه للزمالك مبروك يا زملكاويه، اللاعيبه اتأيدت، كل ده كلام هقص وفشل، هقص وفشل. الزمالك، واحنا طلعت قلنا الزمالك بعت للاتحاد عشان يبعت للفيفا، الفيفا رد على الاتحاد زي ما انا ما قلت في الفيديو اللي فات ان ده شأن داخلي. شوف النادي اجراءاته في تقييد الصفقات الجديده مظبوطه ولا لا مظبوطه، فده شأنك الداخلي تتصرف. مش مظبوطه خلاص. وطلع رئيس النادي مبروك يا زملكاويه الصفقات الجديده اتأيدت. فين اتأيدوا فين؟ الشكوى اتحولت للجنه التظلمات، لسه ما طلعش قرار. احنا بنقول اي هقص، بنقول اي هقص. يا عم مندو، يا عم مندو انت انسان محترم يا عم مندو، يا عم مندو لما تطلع في فيديوهاتك تتكلم، تطلع تتكلم مش عشان تلم مشاهدات ومش عشان تلم لايكات ومش عشان تلم اشتراكات. انت بتطلع في برنامج، تطلع في قناتك، في صفحتك، تطلع تتكلم. ما تشوقش الناس عشان معلومة، الناس بتخش تتفرج عليك عشان خاطر عايزة منك معلومة، عايزة منك خبر. مش ان انت مش هتقول الخبر غير لما تفضل افضل ساعة نايم عشان خاطر اسمع الخبر منك، وعشان خاطر تطلع تطبل لمرتضى منصور، وفي الاخر تطلع تقول اسلوب النفاق ده مرة عليك ومرة ضدك. لا يا باشا، لا، لازم يبقى ليك قرار هدف. انت مش مرة مع مستشار مرتضى منصور ومرة ضده. مش على كل لون يا باتيستا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مبسوط إن أنا كنت معاكم النهاردة. اللي يتابع الفيديو ده للآخر أحب أشكره جدا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايكات يا جماعة على قد ما تقدروا، عشان اللايكات دي هي اللي بتدعمني وتخلي الفيديو يظهر للناس كلها. أنا عايز رسالتي توصل لإدارة نادي الزمالك إن كفاية عليكم كده، كفاية، كفاية بجد، كفاية قرف، كفاية فشل. يلا السلام عليكم.